بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من برنامج الكورة مع العشري. مبروك لنادي الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي في أول مباراة في الكونفدرالية الأفريقية بنتيجة 1-0. الزمالك النهاردة طول اللقاء مستحوذ على أبو سليم الليبي في نص ملعبه. أبو سليم الليبي ما عملش أي هجمة على الزمالك خالص إلا هما في آخر دقيقتين، الكرة اللي جت في العارضة في آخر 5 دقايق من اللقاء. الزمالك طول المباراة ضاغط فريق أبو سليم الليبي ولكن بدون هجمات. الزمالك ما بدأش يهاجم ويعمل كور على المرمى الا في نهايه اللقاء، طبعا بعد جون اوباما اللي جابه عن طريق احمد سيد زيزو من الركنيه اللي عملها في اللقاء. الزمالك كسب 1-0. مباراه كانت ممكن تخلص اكتر من كده لو كان الكابتن معتمد جمال بداها صح في موضوع التشكيل. كابتن معتمد جمال النهارده بدا في حراسه المرمى محمد عواد، قدامه ثلاثي خط دفاع محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حمزه المسلوسي، قدامه اربعه في نص الملعب نضاي ودونجا والسيسي ونيمار، وقدام الثلاثي في الهجوم شيكابالا وزيزو ويوسف اوباما. صاحب الهدف النهارده يوسف اوباما، وهو فارس الكونفدراليه يوسف اوباما. اوباما معروف على طول كل مباراه في الكونفدراليه وكل مباراه هامه، مباراه صعبه، مباراه محتاجين نكسبها، تلاقي يوسف اوباما موجود رغم كل الانتقادات اللي بيواجهها في الملعب من طبعا جمهور نادي الزمالك. اوباما كان مختفي شويه في المباراه النهارده والكل طالب بخروجه من كابتن معتمد جمال، ولكن اوباما اسكت الجميع بهدفه في مرمى ابو سليم الليبي. الزمالك النهارده كابتن معتمد جمال كان عامل حاجه غريبه، كان مقعد المهاجمين كلهم دكه، سامسون والجزيري وناصر منسي. طب ما كنت تلعب حتى مهاجم كانت هتغير شكل المباراه، ولكن ما اعرفش كابتن معتمد جمال كان في دماغه ايه. ولكن انا وجهه نظري بجد، نادي الزمالك لازم يكون مدرب قوي موجود فيه، لازم يكون في مدرب اجنبي موجود فيه. مع كامل احترامي للكابتن معتمد جمال، هو مش قد المسؤوليه ان هو يدير نادي الزمالك بشكل كامل في هذه المباريات. ممكن يبقى مساعد، لكن ما ينفعش يبقى راجل اول الصراحه، بحق ربنا كلمه يعني اقولها شهاده، ولكن هو مدرب محترم، مدرب ينفع مساعد، لكن الصراحه ما ينفعش ان يكون رجل اولا. واتمنى مديريه نادي الزمالك السرعه العاجله في اختيار مدير فني اجنبي بسي في قوي بجهاز كامل ان شاء الله باذن الله. طبعا هنروح للتبديلات اللي عملها كابتن معتمد جمال. كابتن معتمد جمال الشوط الاول دون تبديلات، بدا الشوط الثاني خرج نضاي وخرج نيمار ونزل مكانهم عمر جابر وسامسون اكينيولا. سامسون طبعا بقى مهاجم وبقى نزل تحت شويه، ثم بعدها بشويه خرج شيكابالا ونزل ناصر منسي، ثم خرج اوباما ونزل رؤى، والاخيره خالص اخر تبديله على الخمسه خروج احمد سيد زيزو ونزول مكانه محمد طارق المدافع اللي رجع طبعا يدافع. والكلام ده كان في اخر 3 دقائق من اللقاء، طبعا بعد الوقت اللي حطه الحكم 4 دقائق. نروح نقطه الحكم النهارده. يعني انا شايف ان هو ظلم الزمالك في حاجات كتير، كان ممكن يبقى في ضربه جزاء طبعا، يعني ممكن يكون فيها شك، ولكن النقطه اللي هرجع عليها برضه قبل ما الحكم، هو ليه ما فيش فار في دوري المجموعات؟ يعني انا عايز افهم ليه ما فيش فار. ايه السبب المقنع ان ما تخليش فيه فار في دوري المجموعات؟ اي دوري واي بطوله بتتلعب دلوقتي دوليه وديه لازم يكون فيها فار، اشمعنى دوري المجموعات لا يوجد به فار ايها الاتحاد الافريقي؟ ليه؟ انا مش فاهم. النهارده مباراه زي ديت ممكن كان الحكم رجع في حاله او 2 او 3 للفار عشان يتاكد في ضربه جزاء، في لمسه يد هنا، في انذار هنا، في طرد هنا، ولكن لا يوجد فار. فطبعا في فرق كتير هتتظلم الفتره الجايه في دوري المجموعات، واتمنى ما يكونش الزمالك اتظلم الصراحه في المباراه الجايه. ولكن النهارده انا كنت شايف ان ممكن كان في لاعب من ابو سليم الليبي كان ممكن يطرد، كان ممكن يبقى ليك ضربه جزاء مستحقه، ولكن طبعا احنا شايفين طبعا الاعداد ما شاء الله ما بتتعادش بشكل كويس وممتاز، والتصوير ما شاء الله عليهم يعني في يعني حاجه البدع طبعا عندنا في مصر. الزمالك كان مستحوذ النهارده على ابو سليم الليبي 81% مقابل 19. 81% مقابل 19. الزمالك النهارده كان قادر على وسيم الليبي في الملعب، كان ماسك كرة، ولكن هنيجي نبص لهجمات الزمالك عمل 9 هجمات من ضمنهم 2 على الجون، واحدة اللي جت جون، وبعد كده الباقي كله تسديدات من خارج المرمى. التمريرات الصحيحة اللي عملها نادي الزمالك، 725 تمريرة مقابل 176 تمريرة لنادي أبو سليم الليبي. منهم تمريرات صحيحة، الزمالك عمل كام تمريرة صحيحة؟ 641 مقابل 102 تمريرة صحيحة لفريق أبو سليم الليبي. الزمالك جاله 7 ركنيات، فريق أبو سليم الليبي لا ركنيات. الزمالك عنده طبعا انذارين، محمد عبد الغني وعمر جابر. طبعا
انا شايف ان هم منظرين ليس لهم قيمه، ولكن الحكم النهارده بقول لكم كان يعني في تعليق بسيط على الحكم النهارده، ولكن الحمد لله مباراه عدت والزمالك كسب واول 3 بونت في دوري المجموعات. الزمالك منافسه سغراده كسب النهارده سوار اكاديمي بنتيجه 2-0، وكده سوار الغيني المركز الاول طبعا متعادل مع الزمالك في البونت 3 بونت و3 بونت، ولكن فرق الاهداف لسه طبعا البطوله اول مباراه لسه عندنا مباريات كتير. الزمالك بالمناسبه بيفوت نادي ابو سليم الليبي للعب مباراه العوده هنا في مصر، مقابل طبعا الاقامه على حساب نادي الزمالك وملعب المباراه وملعب التدريبات، كل ده على حساب نادي الزمالك، وان شاء الله ابو سليم الليبي يوافق بالعرض باذن الله في الفتره القادمه. الزمالك بقى عنده مباراه بتاعت صور ان شاء الله هتبقى يوم الاحد 2/12، هتبقى في استاد السلام باذن الله الساعه 7 حتى هذه اللحظه في استاد السلام. طبعا كل عارف طبعا استاد السلام. وقبل مباراه صور الكيني الزمالك عنده مباراه مع فيوتشر في الدوري يوم الاربعاء ان شاء الله في نفس ملعب استاد السلام، هتبقى برده الساعه 7 ان شاء الله. اتمنى الزمالك يكسب فيوتشر واتمنى الزمالك يكسب صور باذن الله لتصدر المجموعه. وطبعا في الدوري ليه طبعا يعني الزمالك مستواه في الدوري مش كويس، اتمنى ننهي الدور الاول بشكل كويس، اتمنى ننهي يناير بصفقات كويسه، اتمنى يكون معانا مدرب محترم قبل التوقف الدولي ان هو يبقى عنده شهر يشوف لعيبته كويس ويقدر يدربهم صح، ولو جبنا صفقه او اتنين يكون الامور اتحلت باذن الله. في الكونفدراليه الافريقيه عاش نادي الزمالك وعاش والله حبه في قلوبنا. لما اتولدنا ما اخترناش اسامينا، لكن اخترنا يكون نادي الزمالك هو نادينا. الى اللقاء في برنامج جديد الكوره مع العشر.